أجدد التحية والترحيب بكم أصدقائي وبك أخي أحمد وبضيفك يا أستاذ صلاح اليافعي. ونحن اليوم في أطهر البقاع كما تعلمون في مشعر منى في اليوم السادس من ذي الحجة، لنلتقي مع ضيوف أعزاء. وضيوفي لهذه الحلقة فضيلة الشيخ أحمد البهلول الداعية المعروف، ليحدثنا عن أحكام وأسرار وحكمة الحج. لا شك أن الأخبار عديدة في موسم الحج أصدقائي المشاهدين. السلطات السعودية في المملكة العربية السعودية توفر المياه لمليوني حاج، وكذلك من ضمن الأخبار تم استقبال بالأمس آخر وفد من الحجاج بالطائرة، وقد تم إعادة 15,000 حاج من دون تصريح. المملكة العربية السعودية تسعى دائما لتقليص في هذا العام خاصة تقليص أعداد الحجاج بنسبة كبيرة لما يشهده الحرم من توسعة. بعد تطور المشاريع بإذن الله في الأعوام القادمة سيفتح المجال للمزيد من الحجاج. أذكركم أصدقائي بضيفي في الاستديو للحديث عن حكم وأسرار الحج فضيلة الشيخ أحمد البهلول الداعية. حياكم الله فضيلة الشيخ معنا في هذه الحلقة. الله يحييك ويجيك يا مرحبا. نعم فضيلة الشيخ، الحجاج أتوا من كل حدب وصوب يهتفون وبتلبية واحدة وبكلمة واحدة لبيك اللهم لبيك، ولباس أبيض موحد على جميع الحجاج. معاني سامية يريد نتناولها بشكل يعني موسع مع فضيلتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. التلبية لغة معناها إجابة الطلب، عندما يقول الإنسان لبيك معناه أن أجبت طلبك يا الله. وفي الاصطلاح قوله يحاج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمعنى التلبية هي إفراد الله سبحانه وتعالى عن الشرك وتنزيه عن كل شيء، وأن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى التلبية اللي هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن هي إجابة واستجابة لله سبحانه وتعالى. نعم. وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتلبية. نعم. وأما اللبس الأبيض فله معاني سامية في الإسلام. اللبس الأبيض الذي هو يلبسه الحاج، الأحرام، الرداء والإزار. نعم. فأما يعني لو تفكرنا في الحكمة من لبس الإحرام حتى تساوي جميع الحجاج في لبس واحد، فلا تعرف هذا فقير وهذا غني، يتساوون، هذا رئيس هذا مرؤوس، كلهم يتساوون في لبس واحد. نعم. الصغير والكبير على مختلف طبقاتهم الاجتماعية كلهم يتساووا في هذا اللبس. وأيضا هذا اللبس له حكمة أخرى ألا وهو يذكر الإنسان بالكفل، بالموت. نعم. فهذا اللبس يجردك عن الحياة، لا تلبس مخيط معه، رأسك حاسر عن كل شيء. فهذا اللبس له معنى سامي، هذا الذي ذكرته. نسأل الله لنا ولكم القبول فيه. اللهم آمين. مشعر منى فضيلة الشيخ له كذلك معاني سامية. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشعر منى إلا وأن لمنى مشاعر ويعني معاني سامية وأحكام معينة خصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج. منى لا شك أنها لها معنى سامي في الإسلام. نعم. ففيها إبراهيم رمى إبليس. نعم. هذا المكان، والمسلمون تلبية واستجابة لنبي الله إبراهيم فهم يقتدون بسنته. ففي كل عام يرجمون الوسطى والصغرى والكبرى ب7 حصوات. بلماذا؟ اقتداء بنبينا إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام. هذا معنى سامي. وذبح أيضا ذبح الأنعام. نعم. من إبل وغنم وبقر، هذا اقتداء بنبينا إبراهيم أيضا عندما أراد أن يذبح إسماعيل فدعا الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. هذا كله من باب استشعار ما كان عليه الأنبياء سابقا. نعم. كله يصب في مصب واحد له يعني مثل ما تفضل فضيلة الشيخ القدوة. معنى القدوة يعني ينبغي أن نوضحها أكثر لأصدقائنا المشاهدين. نعم. موضوع القدوة خاصة في هذه الأعمال من رمي الجمرات ووصول إلى مشعر هذه كل الأعمال. نعم. قدوة الأنبياء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا بنا أن نحن نقتفي أثرهم ونعمل بما كانوا عليه. فهذه مثل ما تفضلت قدوة. نعم. لا ننتقل إلى رمي الجمار وما فيه من معاني عظيمة وسامية فضيلة الشيخ. رمي الجمار عندما وسوس الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. رماه ب7 حصيات في الصغرى، ثم أدركه عند الوسطى، ثم لحقه في الكبرى. فكان هذه رمي الحصوات من باب إذلال الشيطان
إذلال الشيطان. إذلال الشيطان. وهذا في اليوم يعز فيه الإسلام والمسلمين. نعم. ويصبح الشيطان صاغرا ذليلا في هذا الوقت. من أجل ذلك شرع لنا الإسلام رمي الحصوات. الحكمة من 7 حصيات فضيلة الشيخ؟ مثل الله سبحانه وتعالى نعم أوجب علينا السعي 7. نعم. والطواف 7. هذه من الحكم إلا الله سبحانه وتعالى اختص بها، ونحن مأمورين أن نتبع ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. إذن هي عبادة نحن مأمورين أن نتخذها ب7 حصيات. نعم. وكذلك حجم الحصى فضيلة الشيخ، عندما يعني نرى بعض الناس يرمونها بالحصى الصغيرة. لكن هذه مبالغة نراهم في الحج. نعم. الذي يرمي بحصوة كبيرة، والذي يرمي بنعالك عزك الله، والذي يرمي بأشياء أخرى، هذه كلها من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصوة وقال خذوا عني مناسككم، خذوا مثل هذه ولا تغلوا في دينكم، وسمى هذا غلو، فنبالغ بالأشياء الأخرى. نعم. فنقتدي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. اجتماع المسلمين، ملايين المسلمين في هذا الصعيد وهو صعيد يوم عرفة، على ماذا يدل فضيلة الشيخ؟ لو حدثتك من الآن حتى نعم. تنتهي الحلقة لن يكفيها، ولا نستطيع أن نقول في يوم عرفة. يوم عرفة يوم عظيم. نعم. هو أفضل أيام السنة، فيه ترفع الأعمال ويغفر الله سبحانه وتعالى لكل من وقف في عرفة وأراد أن يتقبل الله منه سبحانه وتعالى. فهذا اليوم عظيم، يوم ترفع فيه الدعوات وتستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمع تقديم من أجل ماذا؟ أن يتفرغ للدعاء، حتى ظنه صائما إلا لما قربوا إلى اللبن فشرب فدعوا. فيوم عرفة يوم عظيم للدعاء. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر حتى المغرب وهو يدعو، واقف يدعو. فلا شك أن يوم عرفة يوم عظيم لا وفيها نحب. نعم. من الأسرار والأحكام والمعاني العظيمة أن الإنسان في فترة الحج دائم الذكر لله سبحانه وتعالى، الدعاء، معاني عظيمة فضيلة الشيخ. لو تحدثنا فقط عن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله والذي يذكر الله كمثل الحي والميت. هذه فرصة أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المشاعر المباركة، هذه المشاعر التي لعله لا يدركها مرة أخرى أو العام القادم لا يستطيع أن يحضرها. فمن أتى إلى هذه المشاعر فليستقل كل دقيقة وكل ثانية في ذكر الله سبحانه وتعالى. تعلم يعني هناك صعوبة في جمع الأموال والادخار حتى يأتي الإنسان الحج، وقد يأتي دوره وقد لا يأتي، وقد يدرك منية قبل أن يأتي. فمن أتى إلى هذه الأماكن فليستغلها أحفظ الاستغلال. نعم. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفث رجع كأنه ولدته أمه. الله أكبر. نعم. طيب فضيلة الشيخ، نعود الآن إلى استديوهاتنا في الدوحة ومع زميلي أحمد الملا. تفضل أحمد.